هي رحلة بس من 5 مراحل، 5 رحلات. من أول ما بتبدأ وأنت في الجامعة أو في المدرسة بتاعتك وتقرر عايز أجهز نفسي في سوق العمل. هتعمل إيه عشان توصل في سوق العمل مظبوط؟ المهارات والقدرات والمعارف والشخصية والسمات والطبيعة والسلوك وكل حاجة. وبعد كده نبدأ مع بعض وندور على الشغل. التدوير الحقيقي، البحث الواقعي، ازاي تبني الشخصيه بتاعتك، ازاي تقدم فين، السي في بتاعتك عامله ازاي، السيره الذاتيه، التجهيز، الاستعداد لكل مقابله، تعمل ايه في المقابلات والترتيبات بتاعتها. المرحله الثالثه او الرحله الثالثه بعد كده بتكمل معانا كل ما يتعلق بقى بالوظيفه بتاعتك، العرض اللي هيجي لك، عرض التوظيف، الحقوق، الواجبات، طريقه الشغل، تشتغل ازاي اليوم الاولاني، الاسبوع الاولاني، زمايلك، مديرك، الناس اللي حواليك، تنجح ازاي في الايام الاولانيه اللي هي اصعب ايام. بعد كده الرحله الرابعه من اجمل ما يمكن. لا انا بشتغل خلاص بقى، عايز انتج واطلع قماش. التحديات، المشاكل، النجاحات، الاخطاء الكبيره، النجاحات الكبيره، النجاح الاول هتعمل وراه ايه، الغلطه كبيره تحلها ازاي، لو عملت كارثه تتعامل معاها ازاي، الوضوح والواقعيه وكل حاجه نعملها ازاي بخطوات موثقه. اخيرا نمرة 5 بقى، الرحله الخامسه، انا نجحت خلاص وحققت ذاتي، التقييم، الخطوه الجايه تبقى ايه، لو ما خدتش حقي اخد حقي ازاي، لو وقعت في اي مشكله اتصرف ازاي، اختار ما بين المسارات المختلفه في حياتي اعمل ايه، اختار بناء على انهي معايير، اطور من نفسي ومستقبلي عشان اضمن يبقى قدامي تراك واثنين وثلاثه واربعه، مش باب واحد، 1000 باب مفتوح. رحلتنا كلها 5 رحلات، ازاي تكبر، ازاي تنجح. عشان تنجح بجد وتبني مستقبلك، انجح اكتر.